أغلبية ديال قصص الرعب تكون كلاسيكية، ولكن كيفاش كلاسيكية؟ مثلا تلقاو شي نفق ولا شي دار مسكونة ولا شي حاجة عندها علاقة مع الأشباح، ولكن القصة ديال اليوم مختلفة واحد شوية. سنة 1830 تبنات واحد الدار اللي غيسكنوا فيها واحد العائلة الاسم ديالهم خوان بريرة. عاشوا فيها لسنوات، عاشوا حياتهم عادية في هذيك الدار، إلا واحد الصوت مرعب كان كيصدر بعض المرات من لاكاب ديال هذيك الدار. من غير هاد الشي كانت الأوضاع عادية وهادية. في 23 غشت سنة 1971 غادي يتغير كل شي في هذيك الدار. من بعد هاد السنوات كاملة جاو سكنوا فيها الأحفاد ديال عائلة بريرة اللي هما خوان وماريا غوميز. في هذاك النهار بالضبط كانت ماريا في الكوزينة، حيت لقات واحد الطبعة غريبة على الأرض. بدات كتنظف الطبعة، ولكن المحاولة ديالها كانت فاشلة. هنا ماريا غادي تلاحظ يوم بعد يوم باللي الطبعة بدات كتطور ولات كتشبه الوجه، ولكن ماشي وجه، شبه دقيق الوجه. كانت فحال شي صورة بدائية، فحال الطابلوات ديال بيكاسو. شافوها باقي العائلة واتفقوا كلهم بأن هذا وجه لراجل حزين، من بعد ما سموه وجه بافا. كانت عائلة بريرة مبرزطة من داك الوجه اللي على الأرض. هنا خوان غادي يحفر الأرض وغادي يعاود يصوبها. دار ليها السيمة لربما تحيد هذيك الطبعة، والو. في 8 سبتمبر 1971 رجع تاني الوجه اللي سموه بافا وبان على الأرض، ولكن هاد المرة بان في صورة أكثر حزن من اللي كان قبل. من هذاك النهار ولا داك الوجه الهضرة ديال المدينة كاملة اللي ساكنين فيها، والناس بدا كيجيهم الفضول وطلبوا باش يشوفوه. وحتى مجلس المدينة طلبوا من خوان باش يستقبلوا الناس لهذيك الدار. من بعد زادت المخاوف عند العائلة. فهاد الخوف خلاهم يحفروا المطبخ بواحد العمق كبير باش يعرفوا اشنو واقع بالضبط. والمفاجأة لقاو جوج ديال الهياكل ديال الانسان بلا راس وبعض العظام البشرية حتى هي. فمن بعد ما بحثوا مزيان عرفوا باللي هاد الارض كانت كنيسة كاثوليكية وكيرجع التاريخ ديالها للقرن 17. ولكن من بعد قبل هاد الشي كامل كانت مقبرة خاصة بالمسلمين أثناء الحكم ديالهم، فقرروا باش يهزوا دوك العظام القديمة ويدفنوها بمقبرة أخرى باش يتهنوا من هاد الظاهرة اللي خوفاتهم. وعاود بناو الأرضية ديال الكوزينة من جديد، ولكن المرة الثانية كانت المفاجأة، حيت ماشي غير وجه بافا اللي بان هاد المرة، ولكن بانوا كتر من وجه وكيشبهوا ليه. كانت وجوه رجل ومرأة، منهم اللي وجههم طبيعي ومنهم اللي وجههم صغير، يعني كاين اللي الملامح ديالو باينه وكاين اللي ما واضحاش. رغم هاد الشي كامل هو ان الملامح كلها كتعبر على الغضب والحزن اللي على الصورة اللي بانت في الاول. عائلة خوان فقدت السيطرة على الدار وبدات كيبانوا فيه تصاور ديال الوجوه. في الشهور الاولى من سنة 1972 جا واحد الفريق من الخبراء، منهم واحد الدكتور اللي هو هانتر باندر من واحد الجامعة في ألمانيا. الفريق اللي جا كانوا مقتنعين ان هادو كلهم اشباح، ولاحظوا باللي كاع الصور اللي انتشرت في الدار كتشبه لبعض الافراد العائلة اللي عايشين فيها، ولكن كتغير على حسب الحالة النفسية للناس اللي عايشين في الدار، وبالاخص الزوجة ماريا. داروا عدة اختبارات على الأرضية ديال الكوزينة، وعاودوا صوبوا الأرض وسدوا الباب ديال الكوزينة لمدة 3 شهور، حتى الكاميرات داروهم. ومن بعد ديك 3 شهور رجعوا حلوا الباب ديال الكوزينة، ولكن هاد المرة والمفاجأة قدام بزاف ديال الشهود هي كاع داكشي اللي صوبوا تحيد، وبانت وجوه مرة أخرى
وقارنوها مع نفس الوجوه اللي كانت لقاوها قبل، فلاحظوا انها نسخة مطابقة ليها. هنا قرروا يعاودوا يديروا تجربة اخرى، ولكن هاد المرة داروا مكبرات ديال الصوت باش يشوفوا واش كاين شي اصوات غريبة. وبالفعل لقاو عدة جمل مفيدة وسط الاصوات اللي ما مفهوماش، ومن بين هاد الجمل اللي هي كمل بدفين، ماريا بغيت نخرج. وهاد الجمل كانت بصوت طفلة، وكاين بعض الكلمات اللي جات مبهمة، واكثر وحدة منها هي من اجل قتله. جمل كتيرة تسمعات. داروا بزاف ديال التحقيقات في هذيك الدار من طرف واحد المنظمة في 1990. فهنا لاحظوا باللي الوجه كتعكس الحالة النفسية للزوجة ماريا، ومعظم الأصوات كانت كتخاطبها، بالأخص هي. وهنا غادي نرجعوا لهداك الصوت ديال الطفل اللي تسجل، حيت هو اللي كان كيخاطب ماريا. ومن بعد هاد المدة كاملة مات الزوج خوان، وحتى هو بان الوجه ديالو في الأرض من بين الوجوه اللي كاينة في الكوزينة. وفي سنة 2004 توفات ماريا، ولكن وجهها ما بانش معاهم، وما لقاوش الحل ديال هاد اللغز اللي حير المدينة كاملة وخلاهم يعيشوا واحد الرعب كبير.